لاول مره معانا في المقارنه شجره الدر الهيجين كله. مقارنة أغلى موزة ضاني في مصر، وفي ناس سعر الموزة عندها معدي ال 1000 جنيه. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد. تعال نخش مع أول واحد جه معانا النهارده وأرخص واحد في السعر. أول وأرخص واحد جاي معانا النهارده الدهان، جاي بسعر 585 جنيه السعر شامل الضريبة. هو الدهان جايب السيرفيس بتاعه كبير قوي. تعال نفتح. بس أنا عايز أتفرج على الموزة الأول، مش عارف، حاسس الموزة سفيفة. دي كده شكل الموزة الضاني من عند الدهان. عايز أقول لكم هي جاية دايبة خالص، ولكن أنا حاسس إن الحجم بتاعها صغير. تعال نعمل بسرعه بقى ايه تيست الذوبان. دايبه. بس انا مستغرب ان دي ضاني عشان هي دي طويله قوي انها تبقى ضاني. الموزه جايه من عند الدهان ولا كلمه. بصوا على منظر بقى الفته من تحت والعيش المحمص. تعال ندوق الفته الاول. حرشه قوي الفته. الرز معمول حلو قوي، مش معجن خالص، والعيش برده مش مهري، متحمص واخد تحميصه آلية كده، فايه جميله. الفته بالنسبه لي مثاليه. تعال ناكل بقى ايه من اللي بتجوع دي. دوق الموزه. الناس كيفت الدنيا هتتبسط قوي بالفته دي. حلو جدا الصراحه، ولكن التعقيب الوحيد ان الموزه صغيره، مش الموزه العظمه، اللحم اللي في الموزه شويه. بالنسبه لي دي 8 من 10. تعال نخش على بعض. تاني واحد معانا بسعر 680 جنيه وهو الحاتي. الحاتي جايب كده فتة الموزة، هو حاطط لك الصلصة على الفتة. ده شكل فتة الموزة الضاني من عند الحاتي. بص لوحة مرسومة، احنا لسه ما جربناش ولسه ما كلناش. انا عايز اقول لكم هو لو عارف ان احنا هنصور الحلقة مش هيبعت الموزة شكلها كده، واحنا طبعا مش قايلين له احنا بنصور. تعالوا بقى نحاول نخرج الموزة بالقشرة بتاعتها. الموزة جاية شكلها سافل. لا 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 لا. ايه يا راجل ده بيعملها احسن مني. الموزه الضاني من عند الحاتي يا سامي زي ما انتم شايفين كده ملط. انا عايز اقول لكم ان انا دي اغلى اسعار اجيبها اصلا في الموزه. انا باكل الموزه من مطاعم غير ان انا جايبها النهارده بسعر ارخص بكتير، يعني في ب 450 جنيه و500 جنيه فته بالموزه برضو. ولكن احنا بنجرب اغلى فته موزه في مصر. لو حد هياكل موزه ضاني باكتر من 1000 جنيه او كلها في مطعم يبعت لي عشان اجرب المطعم. الفته طبعا جايه ولا كلمه. الرز بس جاي ايه ماسك نفسه شويه، ولكن الصلصه كميتها محترمه. يلا نجرب. الصلصه زياده قوي، التوم دخل اقلب تاني، العيش تاني من تحت مش ناشف. انا بحبه محمص. الفته طعمها حلو، مش دسمه قوي، كانت محتاجه تبقى دسمه اكتر من كده. الخل زايد فيها شويه، غير كده هي بوم. نجرب الموزه. بص تعال نجرب من الموزه بس ايه الحته بتبقى ملظلظه دي خارج التقييم. نجرب بقى لحم الموزه. لحم الموزه جاي دايب. لا لا لا، الموزه جايه فصوص. طعم الضاني بتاعها حلو. الناس اللي ما بتحبش طعم الضاني قوي لا هتيجي معاها سكه هتحبها قوي. حته موزه رايقه، ظبطت طعم الفته بصراحه. انا بالنسبه لي تاخد 9 من 10 مرتاح، وحاسس ان احنا لسه هنلاقي احسن من كده. يلا نخش على بعض. ثالث واحد معانا شجره الدر الهيجين كله. لاول مره معانا في المقارنه شجره الدر. بص بقى انا بحب الشياكه بصراحه في الاكل. ليه؟ لان بيقول لك العين بتاكل قبل الايه؟ قبل الحاجه. فهو جايب لك طبق فته كبير كده لوحده. واللي عايز اقول لك المطعم الوحيد اللي جايب الموزه لوحدها، يعني دي حاجه كانت مضايقاني اصلا. انا بصور رز كتير بيقع وبتاع. تعال نشوف بقى. عايز اقول لكم ان انا شجره الدر اول مره اجربه، واخد هايب طبعا جامد جدا، فيا رب يطلع على قد التوقعات. ده شكل الفته من عند شجره الدر. هو الصلصه شويه قوي كده، ولكن هنقلب ونشوف. شكلها حلو قوي بصراحه. نخش على الموزه. تعال نفتح مع بعض نشوف الموزه الضاني من عند شجره الدر. واخده تحميره كده وحاطين من تحت كرفس يعني الدنيا الريحه في الاستوديو ايه. اول ما فتحت الكرتونه إيه يعني المنظر ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. بصوا المنظر بتاعها من قدام تحفه، ولكن من ورا بص فيه كده باين دهون كتير. تعال نجرب الاول الفته بقى مع بعض. يا جدعان في ايه؟ هو الغالي ثمنه فيه ولا ايه؟ ايه الفته المجرمه دي؟ العيش جاي من تحت جاي طري، ولكن صلصه الفته بيتي قوي. كيفي بصراحه، طعمها حلو جدا. تعال نجرب الموزه. زي ما قلت كده الموزه جايه شكلها هو واخده تحميره، فاحنا مش هنحكم على اللحم من بره، بس هي من ورا كده الدهون بتاعتها والفصوص بتاعتها باينه، فهي واخده وش في الفرن ممكن. فهنعملها كده. لا 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 مستويه بصراحه. لا 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 في السوا جايه مستويه وواخده وش كده متحمر صراحه. هندوق دلوقتي واقول لك رايي فيه بس. وكمان الكميه بتاعت اللحمه يعني اللي في الموزه لا جايه محترمه. بص كل ده لسه منزل منها اهو عشان بس ايه.
بصوا كده على ذوبان الموزه. الموزه جايه دايبه، وناخد معاها معلقه فته. الحاجه طعمها نضيف قوي، وباين ان الحاجه صبحه، يعني بالنسبه لي 9 من 10 مرتاح، حلوه جدا. انا هخش على بعض. اغلى موزه ضاني في مصر بسعر 820 جنيه من سيخ مشوي، وده بالنسبه لي سعر كان صادم. فتعالوا نشوف مع بعض الموزه الضاني من عند سيخ مشوي. في تركايه بقى خلي بالك منها، في تركايه خلي بالك منها. شايف يبان ان هو ايه، بس هو فاضي خالص والله العظيم، كل ده على الفاضي. طيب ما يعني انا اول مره اشوف طبق عامل كده بصراحه. فتعال نشوف بقى ايه. انا اهم حاجه يكون جايب صلصه كتير بصراحه. انا اشك دي لازم تبقى صلصه، اشك ان دي حاجه غير الصلصه. هيا بنا. اوه، بصوا على منظر الموزه الضاني من عند سيخ مشوي. يعني بصراحه حجمها كويس جدا. بصوا هم جايبين كميه صلصه كبيره قوي بصراحه، فاحنا مش هنحطها كلها، بس هو مروق علينا في الصلصه. ادي حلو كده، بس هو مروق علينا في الصلصه. ممكن بقى ايه ناخد معلقه اللي حاطين عليها صلصه دي. احنا ممكن بقى ناخد معلقه من اللي حاطين عليها الصلصه، ونيجي كده. بص جرب. العيش طري قوي بس مش دايب. حاسس ان الصلصه فيها سنه سكر كده، مغطيه الطعم بتاع الليمون او الطعم بتاع الخل، فمش كيفي، بس هي طعمها حلو. هنيجي بعد كده للموزه. شوف دوبنا الموزه. لا الموزه جايه دايبه ولا كلمه، ولا كلمه. يعني هي جايه دايبه، بس يعني كميه اللحم فيها مش كتير قوي، متوسط يعني. تعال نجرب القرقوشه دي الاول. فيها عظمه. بص على شكل الموزه، هي بصراحه جايه دايبه خالص. دوق طعمها بقى على سعر 820 جنيه. بس هي من ناحيه ذوبان لا هي حلوه، بس هو كويس قوي. دوق بقى طعم الموزه. مم. 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 حته موزه نضيفه قوي، مفيش فيها اي طعم خالص غير طعم اللحم. هم مقللين خالص التوابل اللي عليها، زي طعم الضاني بيور. الناس اللي بتحب الضاني هتحب قوي الموزه دي. ناخد بقى حته من المدهنه دي، عشان انا اصلا راجل مدهن. مم. الطعم بتاعها كويس قوي، ولكن السعر بتاعها مش رخيص خالص. فبالنسبه لي هديها 9 من 10. ولكن هي 9 من 10 عشان طعم الموزه الصافي قوي، ولكن الفته مش عاجباني. دي كانت حلقه النهارده من الدرش، يا رب تكون عجبتكم. سلام.